بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن أهداف اليوم. كيف تكون سعيدا، كيف تكون سعيدا في حياتك وفي عملك وفي شغلك. أول شيء إن أنت تنام بدري وتصحى بدري وتحط أهدافك قبل ما تنام. طبعا لازم يكون عندك بركة في الوقت واستغلال للوقت. كلنا عندنا اليوم 24 ساعة، بس كلنا ما بنعرفش نستغله. في اللي بيستغله وفي اللي ما بيستغلوش، ولكن طبعا صلاة الفجر أهم شيء. ربنا بتكون في ذمة الله. اجعل لنفسك ورد يومي من القرآن والسنة ولو 5 دقايق. ورد الاستغفار وأذكار الصباح والمساء. انت بتكون في ذمة الله. من صلى الفجر في ذمة الله. اللهم بارك، وادعي يقول اللهم بارك يا رب. ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم بارك في البكور. اللهم بارك في البكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في الصباح البدري. الصباح البدري ده مهم، بتحس بطول اليوم. رتب مكانك، رتب شغلك، النية في عمل الخير والشغل. المهمة الكبيرة أفضل. ابدأ واشتغل واعمل. اقفل تليفونك واشتغل. في وقت الراحة استغفر ربنا وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اشتغل، ثم صل الصلاة في أوقاتها. والله لا تكون أسعد الناس وأحسن الناس. واهتم بشغلك وضع أهداف ليك. اعمل المهمة الصعبة الأول وبعد كده الأسهل في الأسهل. لو أمكن إن أنت ممكن تنام ساعة واحدة في القيلولة اللي وقت الظهر، دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهله. ابدأ بأهلك وبعملك وانفق على أهلك. هم خير من أي حد خارجي. يبقى خيركم خيركم له. يا رب بارك في وقتي. يدعي يقول يا رب بارك في وقتي وفي صلاتي. صلي ركعتين لله قبل ما تنام. وأهم شيء إن أنت تكون ماشي صح بما يرضي الله، وراعي شغلك، راعي ضميرك. والله لا تكون أسعد الناس وأحسن الناس أما تجرب من ربنا وتتقي الله في شغلك وفي عملك وتشتغل بضمير، وسيبك من اللي يقيمك. التقييم لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.